هي كم مرة وردت كلمة الميزان في هذه الآيات؟ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. 3 مرات. 3 مرات. نعم. هل تعلم أن الموازين التي تستقيم بها الحياة 3 ولا تستقيم الحياة بغيرها؟ ما هي؟ ليست هي ميزان واحد، وإنما هي الموازين في الحياة التي تستقيم فيها الحياة هي 3 موازين. ما هي؟ أولا الميزان الذي أودعه الله في الإنسان وهو ميزان العقل والفطرة. هذا ميزان العقل والفطرة. نعم. تزن فيها الأمور ما يرد إليك صح وخطأ. نعم. هذا ميزان. أحيانا يقول له واحد هذا كلامك ليس موزون، ما فيه ميزان. سليم. هذا الميزان الأول، ميزان العقل الذي يعني وضعه الله سبحانه في الإنسان. نعم. يحاكم فيه الصح والخطأ. هذا ميزان، هذا والفطرة، هذا الميزان الأول. والميزان الثاني الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى من الأحكام في الشريعة، هذا ميزان آخر نرجع إليه، بين الحل والحرمة. الحل والحرمة. نعم. ينبغي أن تفعل كذا وتفعل، وهو الذي يحاسبنا ربنا عليه يوم القيامة. نعم. هذا طبعا هذا ميزان، هذا ميزان الشرع أو التكليف عموما، يعني في العقائد والأحكام والمعاملات. نعم. ينبغي أن نرجع لها ونزن فيها أمورنا، كل أمورنا يجب أن نزنها بميزان الشرع. نعم. هذا ميزان، هذاك ميزان، هذا ميزان آخر. والآخر هي الآلة التي يتعامل بها الناس في الحياة. اسم الآلة اللي يعني ولا يمكن أن تصلح الحياة من دون ميزان في المعاملات. كيف تكون؟ نعم. الآن إذن هي الموازين 3 أصلا. ميزان الذي أودعه الله، وضعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وهو ميزان العقل والفطرة. والميزان الذي أنزله إليه ليسير فيه، والميزان الذي يتعامل به الناس. ولا يمكن أن تستقيم الحياة بغير هذه الموازين 3. إذا فقد أي ميزان خلاص، وهي الموازين 3. والسماء رفعها ووضع الميزان. هاي 1. ألا تطغوا في الميزان. هاي 2. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هاي 3. هي الموازين 3. هي الموازين 3. فهي يعني ليست 1 حتى يعيد الضمير، لأن لو أعاد الضمير لكان ميزان 1. لو أعاد الضمير عليها كانت 1. هي ليست 1، هي 3 موازين أصلا. الحياة كلها لا تستقيم، هي 3 موازين ولا تستقيم إلا بها جميعها. فكررها، لا يمكن أن يعيد الضمير عليها، لا تصلح. ولكن يبدو لي أن الدلالة ربما تكون واحدة أو متقاربة. ليست واحدة. والسماء رفعها ووضع الميزان. وضعها ميزان العقل ما وضعه فيك. هذا هو الميزان الأول. ألا تطغوا في الميزان. في الأحكام الشرائع لا يبغي بعضكم على بعض. الله. هذا ميزان الشريعة. طبعا الطغيان هذا. وأقيموا الوزن بالقسط. خلاص، ولا تخسروا الميزان. هذا الميزان اللي ربنا يقول هذا يخسرون ولا يخسرون في سورة المطففين. نعم. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. إذن وضع الميزان، وينبغي ألا نطغى في الميزان. الطغيان لأن كل مخالفة لشرع وطغيان. الله. نعم. والوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وهو الآلة. فتح الله عليك. ما شاء الله. هي 3. ما شاء الله.